بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاملين يا جماعة؟ رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايما يا رب. يقول لكم لا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما بقول لكم لازم تجيب دواسة وتبص على عربيتك. شايف أنت الراجل ده كان جاي يغير سيور بالصدفة، ولقينا الكاوتشة اللي هي أكبر كاوتشة في المية داخلة على تنبورة الكرنك وخلاص اتقطع منه. الراجل ده الله أعلم كان مسافر ولا إيه. فأنت مش هتخسر حاجة لو جبت دواسة ونزلت. حاجة زي ده هتقوم جاي بعيدها عقبال ما توصل لأقرب ميكانيكي. كاوتشة المية هي داخلة على تنبورة الكرنك، هتقطعها نصين وهتجيب المال في العربية وانت ما انتش حاسس. عشان كده كلمة هات دواسة وبص على عربيتك مش عيب، ده منفعة ليك قبل ما تكون منفعة لأي حد. زي ما انتوا شايفين كده جبت لها كليات اللي هي رباط وبعتها خالص عن تنبورة الكرنك وقفلت السيور بتاعت العربية. لازم انت تبص على عربيتك. طول ما انت مش عايز توسخ هدومك كده هتصرف. يا رب اكون في التقوى. كده انا دورت اهو بعيدة خالص عنه. كل سنة وانتم طيبين.